أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. ننتقل مباشرة إلى تفاصيل الخبر. بينما كانت الأمطار الغزيرة تجتاح مخيمات تندوف خصوصا مخيم الداخلة، انكشفت حقيقة واقع اللاجئين الذين يعيشون في هذه المخيمات على مدى سنوات طويلة. المئات من العائلات نزحت عن مساكنها التي غمرتها السيول بحثا عن الأمان في المرتفعات القريبة. كارثة طبيعية أخرى تحل بالمنطقة تفضح زيف الشعارات الجزائرية التي تدعي دعم الصحراويين وتكشف عن الانتهازية التي تمارسها جبهة البوليساريو في استغلال مآسي هؤلاء اللاجئين. الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مخيمات تندوف ليست مجرد كارثة طبيعية، بل هي مرآة تعكس واقعا مأساويا مستمرا منذ عقود، واقع يتسم بانعدام البنية التحتية وضعف الخدمات الأساسية. بينما تكتفي الجزائر بتوزيع مساعدات رمزية، وتستمر البوليساريو في استجداء المساعدات الإنسانية التي لا تصل إلى مستحقيها. كارثة جديدة تعيد إلى الأذهان مسؤولية الجزائر القانونية والأخلاقية تجاه من تسميهم لاجئين، بينما تستغل البوليساريو معاناتهم لتحقيق مكاسب مادية وسياسية. الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة تندوف تسببت في سيول جارفة اجتاحت مخيم الداخلة، حيث تعرضت مئات المساكن للدمار مما أجبر سكانها على إخلائها. هذا المخيم الذي يمر عبر هواد شهد للمرة الأولى منذ إنشائه تدفقا هائلا للمياه، وفق ما أكدته مصادر من داخل المخيمات. وعلى الرغم من تكرار هذه الكوارث، لم تقدم البوليساريو سوى الخيم والبطانيات وبعض المواد الغذائية البسيطة، تاركة اللاجئين يعيدون بناء منازلهم بأنفسهم. أكثر من ذلك، يعاني سكان المخيمات من عزلة تامة عن العالم الخارجي، وهي عزلة تستغلها البوليساريو في تقديم نفسها كالمدافع عن حقوق الصحراويين، بينما تستمر في استجداء المساعدات الدولية التي توجه في كثير من الأحيان إلى غير مستحقيها. في خضم هذه الأزمة يبرز التناقض الواضح بين دعم الجزائر المزعوم للصحراويين وحقيقة تركهم في مخيمات لاجئين معزولة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. ويؤكد متابعون أن مثل هذه الكوارث تفضح زيف الشعارات التي ترفعها الجزائر، وتحرج البوليساريو التي تدير المخيمات بسلطة مفوضة غير قانونية على الأراضي الجزائرية. وبينما تستمر الأزمة، فإن المناشدات التي أطلقها ما يسمى الهلال الأحمر الصحراوي للحصول على المساعدات الدولية تكشف استغلال الجبهة لهذه الكوارث لجمع المزيد من الأموال والمساعدات. تقارير دولية سابقة تحدثت عن النهب الممنهج لهذه المساعدات من قبل مسؤولين في الجبهة وفي الجيش الجزائري، وهو ما يجعل من هذه الكارثة الإنسانية فرصة جديدة للبوليساريو لتعزيز مكاسبها المادية والسياسية على حساب اللاجئين. وأخيرا، يفرض هذا الوضع المأساوي إعادة النظر في الأوضاع الإنسانية لسكان مخيمات تندوف. هذه المخيمات التي تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع المدنيون من دخولها أو مغادرتها دون تراخيص عسكرية، ما يزيد من حدة المعاناة ويفرض حصارا مضاعفا على سكانها. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة.